اهلا وسهلا بكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على احسن الاحوال. اليوم نتكلموا على فيزا النمسا، فيزا سياحة النمسا. كيفاش نشدو الموعد، نسبة القبول، الوثائق المطلوبة، انسي دو سويت. الور بالنسبة للموعد كيتشد عبر في اف اس الرباط، يعني كتشدو الموعد من في اف اس الرباط. ملي كتشدو الموعد ديالكم كتجمعوا الورقه ديالكم، الورقه ستوندار كما كنقول دائما راهم باينين. بي ديال الطياره، ريزرفاسيون ديال لوطيل، الباسبور، الورقه يعني الصفحه الاولى، الفيزا شنغن اللي عندكم متوفره، شنو كذلك لاكارت ناسيونال. اما الوثائق العاديين يعني كل فئه عندها الوثائق محددة: فئة التجار، فئة الموظفين، فئة المقاولين الذاتيين، فئة الحرفيين. من بعد كتجمعوا الورقة ديالكم، كتلتحقوا في اف اس، كيديروا تريطمون ديال الدوسي ديالكم. الجواب كيكون على حسب 30 يوم، 40 يوم، حتى 60 يوم موزعكم. نسبة القبول نسبيا كتكون شوية. وبالنسبة لعقود العمل في النمسا فالقبول كيكون بشكل يعني كتير بارابور مع الفيزا السياحية. نتمنى لكم الخير. اي سؤال اي تساؤل انا في الخدمة. ما تنسوش تدعموا القناة ولايك لايك لايك، وشكرا لكم.